عاوزة تاكلي زيتون في خلال يومين ومن غير مرارة نهائي؟ تابعي الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الزيتون مالي السوق ورخيص وجميل وزي الفل، الحقي هاتيه وخليه رمضان. عملناه في الفيديو اللي فات وعجب ناس كتير جدا، تاكلي منه بعد شهرين وكمان يقعد معاكي لرمضان. النهاردة هنعمل الزيتون السريع بطريقة سهلة جدا وبسيطة وفي خطوتين بس. هقولك على المشاكل اللي بتقابلك وازاي تحليها وازاي تتجنبيها، وهقولك على كل اسراره وازاي ينجح معاكي من اول مرة وبدون مرارة نهائي في يوم واحد. بس الاول نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة تزوري قناتي. ويلا نبدأ. معايا هنا 2 كيلو من الزيتون التفاحي، بصوا ما شاء الله عليه في منتهى الجمال. بننضفه الأول، بنشيل منه أي زيتونة معطوبة مش ظريفة، زيتونة مثلا فيها عيب. لو مثلا فيها عيب وينفع نشيله بالسكينة بنشيله، واللي مش هتنفع بنستبعدها خالص. وبنشيل كمان العيدان اللي موجودة فيه دي. بعد كده هاخده وأشطفه، هغسله غسلة حلوة كده ونرجع نشوف هنعمل ايه. خلاص غسلنا الزيتون، حضرت طبق فيه مية من الحنفية عادية خالص، علشان أنا هفدغ الزيتون. علشان آكل زيتون سريع لازم أفدغه. كمان التفديغ ده بيبقى أسرع من إنك تجرحيه بالسكينة. تمام. اللي هفدغها بقى هحطها في المية دي على طول. ليه؟ علشان التجريحات اللي هتبقى في الزيتونة ما تسودش، يفضل الزيتون معاكي أبيض زي القشطة. إنما لو سبتيه معرض للهواء من غير مية، التكسير اللي في الزيتونة ده هيتأكسد من الهواء وهيبقى لونه اسود. جربي كده، جرحي كده زيتونه بالسكينه او فدغيها وسيبيها معرضه للهواء من غير ميه خالص، هتلاقيها اسودت على طول. فلازم اللي تفدغيها او اللي تجرحيها تحطيها في الميه. هفدغ الزيتون بالمدق او باي حاجه متاحه عندك، ان شاء الله يا رب بظهر كسرولة او كوبايه، اي حاجه، او ببطن ايدك تضغطي بايدك بكف ايدك كده على الزيتونه، ضغطه كده واحده هتلاقيها اتكسرت معاكي. تمام. او ممكن تجيبي كيس وتحطي مجموعه كده في الكيس وتفدغيهم مع بعض باي حاجه برضو كده وتخبطي عليهم كل الزيتونه خبطه كده، اللي يريحك اعمليه. لو زيتونة ما اتكسرتش معاكي بس جيتي مثلا تضغطي عليها بايدك كده بين صوابعك لقيتيها بتنز ميه كده، خلاص هي كده تمام، هي اتفتحت كده من جوه، مش لازم يعني ترجعي تدقيها تاني. ماشي. المهم بقى انك تدقي عليها بالراحه، يعني دقه واحده كده علشان الزيتونه ما تتكسرش قوي معانا. احنا عاوزينها بس تتفتح حاجه بسيطه علشان تطلع منها المراره بسرعه وبسهوله. الطريقة دي بتخلي الزيتون يتفتح والمرارة تخرج منه بكل سهولة. وكمان حتى لما بتحطي له المحلول الملحي بيشربه بسرعة وتلاقيه يحدق بسرعة في وقت قصير جدا. غير طبعا لما تبقى الزيتونة سليمة هتاخد وقت معاكي في ان انت تزيلي المرارة منها، وكمان انها تشرب من المحلول، هتاخد وقت جامد جدا. فالتفديغ هو افضل حاجة، يمكن افضل كمان من انك تجرحيه بالسكينة. فدي أحسن طريقة للي عاوزة تاكل زيتون بسرعة وبدون مرارة نهائي. عاوزة أقولك يعني بإذن الله بإذن الله هوعدك كده إنك هتاكلي الزيتون ده بعد يومين بالكتير، يومين بس. كده خلاص فتحنا الزيتون كله. بصوا علشان حطاه في المية ما سودش خالص ازاي ولا لونه غير، الفتحات كلها بيضة زي الفل اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هاخده بقى اصفيه من المية دي علشان هنحطه في مية سخنة. هنا انا كنت حاطه حله فيها ميه على البوتاجاز واستنيت لما غلت زي ما انتوا شايفين كده. هضيف لها معلقتين كبار من الخل، مش علشان الزيتون لا، علشان بس الحله ما تسودش من الميه. بعد كده هطفي البوتاجاز بعد ما الميه غلت. بنطفي البوتاجاز. بعد كده هجيب الزيتون واحطه في الميه المغليه دي، طبعا بعد ما طفيت عليها. اوعي تحطيه والميه بتغلي والنار قايده، احنا مش هنطبخه. تمام. ولا كنت عايزة بقى تهريه، حطيه في المية وهي بتغلي. لازم ولابد تطفي النار على المية، وبعد كده بتحطي الزيتون. بسيبه بقى ايه حوالي دقيقتين بس بالعدد، احسبي كده بالساعة دقيقتين. تمام. امسكي الساعة كده او الموبايل وقفي جنبه كده لمدة دقيقتين. خلاص. بس الاول نغطيه بمصفى ومن فوقه كده حاجة تقيلة علشان الزيتون يغطس كله في المية، ما يبقاش فيه زيتون عايم على الوش علشان ما يتأكسدش ويسود معانا. تمام. يا اما بالكبشة كده او بمعلقة تفضلي تقلبي فيه طول ما انت واقفة.
المهم الزيتون ما يعومش على الوش وتلاقي نص الزيتونة كده معرضة للهواء، هتسود منك. خلاص هسيبه واغطيه كده وهسيبه لمدة دقيقتين بس، وبعد دقيقتين هنرجع لكم تاني. ورجعنا تاني بعد الدقيقتين ما عدوا، بشيل بقى المصفى من على الزيتون وباخده اصفيه من المية السخنة دي على طول. تمام، بكون بقى محضرة معايا طبق فيه مية باردة من الحنفية. أول ما بصفي الزيتون باجي على طول أفضي الزيتون في المية الباردة دي. تمام، ليه؟ علشان أوقف التسوية، علشان يفضل ماسك نفسه ومحتفظ بالقرمشة بتاعته وما يتهريش معاكي. تمام. طبعا المية دي هتسخن، يعني بعد 3 دقايق كده هتلاقي المية دي سخنت، فبفضيها تاني وبغيرها برضو. المهم أنا عاوزة الزيتون يبرد تماما. وده الزيتون بعد ما غيرت له المية وبرد تماما، ده بقى شكله محتفظ بلونه الأخضر الجميل، وكمان أبيض من جوه، والحباية جامدة زي ما انتوا شايفين أهو. احنا بس بنعمل له عملية المية دي علشان بس إيه يعني يحصل يتفتح كده، تتفتح الأنسجة بتاعته علشان المرارة تخرج منه بسهولة وبسرعة. حضرت بقى البرطمان اللي هحطه فيه وحطيت الزيتون فيه. تعالوا بقى نحضر المحلول اللي هننقعه فيه. هنا انا بوريكم الفلفل اللي انا مخللاه من 3 ايام بس، ولونه بقى كهرمان في منتهى الجمال. بكتب عليه بس كده من فوق علشان اعرف الوقت اللي بتخلل فيه. اي حاجة بخللها بكتب عليها التاريخ بتاعها. تعالوا بقى نعمل المحلول. في طبق غويط هضيف لتر من المية، الازازة دي بتاخد لتر من المية، 4 كوبايات بالكوباية الكبيرة. هضيف على المية 120 جرام من الملح، حوالي 5 معالق كبار مليانين. لازم ننقع الزيتون في مية وملح، ما ينفعش ملح بس، هيكرمش منك، ولا مية بس هيعمل بقع ويمور. المية والملح بيسحبوا المرارة من الزيتون، وكمان بيتملح في نفس الوقت. يوم واحد وهتاكلي منه. بنضيف ملح بس على المية، يعني ما بنضيفش حاجة تاني، هو الملح بس. لأن المية دي احنا هندلقها، فمش محتاجين ان احنا نضيف عليها حاجة تاني. هندلقها يمكن بعد يوم واحد أو بكتير يومين. مدة النقع بتاعة الزيتون هتكون يوم واحد لمدة 24 ساعة. ولو لقيتي فيه مرارة لسه يبقى هتغيري له المية وتسيبيه يوم كمان. بس هو بإذن الله يوم واحد والمرارة هتروح منه نهائي. لسه عاوز شوية مية كمان، هعمله شوية كمان وهكمل ملي البرطمان. ولازم يتملي مية على الآخر علشان أضمن إنه ما يدخلوش هواء، وكمان الزيتون كله يكون غاطس في المية. نقفل عليه كويس جدا بالشكل ده. يا إما لو مش هتمليه للآخر مية تحطي عليه قشر ليمون، غطيه بقشر الليمون علشان الزيتون يغطس في المية. وبعد كده اقفلي عليه كويس جدا وهنسيبه. يعني مثلا أنا النهاردة كده الصبح، يبقى بكرة الصبح بعد ما يعدي 24 ساعة، يعني في نفس الميعاد هنفتح عليه ونشوفه مع بعض. ورجعنا لكم بعد ما عدى يوم، احنا كده تاني يوم الصبح. صباح الخير. وده الزيتون بتاعنا بعد ما عدى عليه 24 ساعة وفي المحلول الملحي بتاعه. تعالوا بقى نفتح عليه ونشوف أخباره إيه. شايفين لونه فتح شوية إزاي؟ ولا هو اسود ولا بقع ولا كرمش. ولو دقتي المية بتاعته هتلاقيها مرة خالص. المحلول سحب المرارة كلها من الزيتون. صلوا على النبي كده يا جماعة وتعالوا ندوق ونشوف المرارة راحت ولا لأ. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بجد الزيتون تحفة، اتخلص من المرارة بتاعته نهائي، وفي نفس الوقت اتملح شوية. بجد طعمه رهيب ومقرمش. الزيتونة قلبها أبيض زي القشطة ازاي. أنا أكلت الزيتونة كلها لأن فعلا طعمها بجد حلو، مفيهاش مرارة خالص، وكمان واخدة نسبة ملح صغيرة. كده هو أخد يوم واحد بس في النقع وكان بالجمال ده. تعالوا بقى نعمل له الخلطة الجبارة بتاعته اللي هتخليه أحلى كمان وكمان. طبعا انت لو لقيتي فيه لسه نسبة مرارة ولا حاجة، يبقى هتغيري له المية وتغطي عليه وتسيبيه يوم كمان. لكن زي ما انت شايفة اهوت الزيتون المرارة بتاعته راحت نهائي. تقدري تعملي الحركة دي برضو في الزيتون العجيزي بنفس الطريقة دي برضو، وهتلاقيه استوى وبقى زي الفل. بس طبعا ده علشان هيتاكل على طول. لكن لو انت مثلا هتخلليه وهتقعديه سنة، قصدي يعني 6 شهور مثلا لغاية رمضان، يبقى ما تفدغيهوش ولا تحطيه في ميه سخنه. او مثلا لو هتفدغيه ما تحطيش ميه سخنه خالص، يعني ممكن تفدغيه وتحطيه وتخلليه، وحتى من غير ما تغيري له الميه هيحلو على رمضان.
لكن ما تحطوش في ميه سخنه، تمام، لان احنا مش عاوزين الانسجه بتاعته تفتح بسرعه، وبعدين ما يطول شهرين ولا حاجه تلاقيه ايه مار منك، فما ينفعش. هتقعديه فتره طويله ما تحطوش في ميه سخنه خالص، تقدري تفدغيه، تقدري تفتحيه، تقدري تسيبيه سليم. بما ان بقى الزيتون بتاعنا راحت المراره منه، تعالوا بقى نعمل له الخلطه الجباره اللي هتخليه احلى واحلى. ضيفي بقى اي خضار انت حباه، اي منكهات انت عاوزاه. هو كده خلاص استوى، يعني بعد الخلطه دي بيومين تاكلي منه. بس الاول نصفي الميه المره دي من الزيتون. حضرت بقى طبق غويط هضيف فيه لتر ونص من الميه. بس هو بصراحه اخد لتر بس في الاخر، تمام، عشان لو هتعملي كده يبقى ما تحطيش لتر ونص الميه، هو لتر واحد خلاص. يبقى انا ضفت هنا لتر ونص من الميه. الشفشق ده بياخد لتر ونص من الميه. هنعايره كده بالكوبايه قدامكم. ادي واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، ستة. طبعا لو الكوباية 250 جرام، لو الكوباية بتاخد 200 بس 200 جرام بس، تبقى اللتر 5 كوبايات. الأفضل يعني اوزني المية كيلو ونص 1500 جرام كده، لتر ونص من المية لو وزنتيها. هضيف بقى عليهم الملح 180 جرام ملح بالميزان، 180 جرام، حوالي كوباية إلا ربع. لو هتعيري بالكوباية يبقى كوباية إلا ربع. هتعيريهم بالمعلقة هنعدهم مع بعض اهو، طلعوا 7 معالق كبار مليانين، تمام. نقلب بقى وندوب الملح كويس في المية. بعد كده هضيف شوية جزر مبشور، شوية كده من الهريسة الشطة اللي هي عبارة عن فلفل أحمر وتوم، تمام. بس برضو عايزة أقولك يفضل إن أنت تفضي الزيتون من البرطمان في طبق مثلا كبير، وحطي عليه بقى إيه الخضار والمنكهات بتاعتك دي، وبعد كده قلبيهم، وبعد كده عبي الزيتون تاني، تمام. يعني ما تعمليش زي ما أنا عملت كده. خلاص أنا استسهلت بصراحة وما رضيتش أفضي الزيتون، وقلت إيه هحطه كله على بعضه. بس هو مش هيأثر في تمليح الزيتون ولا حاجة، يعني أنا بقول كده علشان الخلطة ما تخسرهاش في المية، يعني يبقى كلها لو مية فاضت ما يبقاش فيها خليط من الخلطة دي، يبقى كله على الزيتون، تمام. هحط بقى أنا حطيت نص الفلفل الأحمر في المية، وبعدين حسيت إن المية كده هتبقى زيادة، فضفت نص الفلفل التاني، النص الباقي يعني حطيته على الزيتون، تمام. كان المفروض طبعا أضيف الفلفل كله على الزيتون، بس مش مشكلة. بعد كده هضيف بقى 100 جرام عصير ليمون، تمام، يعني نص كوباية. هضيف كمان ربع كوباية زيت زيتون علشان يعوض الزيت اللي فقده الزيتون في النقع. هضيف كمان معلقتين عصفر ومعلقة كبيرة حبة البركة. ضيفي بقى براحتك اللي انت عاوزاه والمنكهات اللي انت حباها. حابة تضيفي فلفل أخضر مفيش مشكلة، مقطعاه أو صحيح، بس لو صحيح يعني اديله نغزة كده بالسكينة. بعد كده هحط المحلول على الزيتون، وبعد كده برج البرطمان كده علشان الخليط كده يمتزج كله مع بعضه. قبل ما اكمل البرطمان بالمية، عندي حبة ليمون كانوا باقيين في التلاجة، سلقتهم ونقعتهم كده لمدة يوم برضو. هكمل بيهم برطمان الزيتون. وكمان قشر الليمون اللي انا عصرته برضو ما برميهوش، خدته سلقته كده، يعني سلقته حوالي 7 دقايق بعد الغليان، تمام. وطفيت عليه وصفيته من المية بتاعته، وهنحطه هو كمان، هو كله هيتخلل مع بعضه كده. البرطمان بتاعنا اتملى. هكمل بقى المحلول زي ما انتوا شايفين كده. شكل البرطمان والزيتون في منتهى الجمال. زي ما توقعت المحلول كان كتير شوية، مش مشكلة، أنا أحطه في التلاجة على ما أحتاجه تاني. يعني اليومين دول احنا بنخلي الكتير، فكل حاجة بتنفع، مش هنخسر ولا حاجة، تمام. حبة زيتون وليمون هتاكلوا صوابعكم وراه. ننضف كده البرطمان، وكمان ننضف حواليه كده. بحط له بقى كده على الوش معلقتين زيت علشان بس يحفظه. شايفين الجمال؟ شوية مخلل في منتهى الجمال، أسرع مخلل زيتون هتاكلوه. هحط عليه كيس بلاستيك كده ونغطي عليه كويس جدا، تمام. كنت عاوزة أقول لكم حاجة بس قبل ما أنسى. الليمون لما تسلقيه، يعني بعد ما تسلقيه كده، اديله بس نغزة كده بالسكينة فتحة صغيرة كده، وبعد كده نقعيه في المية، هتلاقي تاني يوم المرارة راحت خلاص. يعني ما تحطيش الليمون سليم وتنقعيه في المية، هيقعد معاكي أسبوع. إنما لو اديتيله نغزة كده بالسكينة هيستوي معاكي على طول. خلاص، دي بس حاجة كده حبيت أنوه عليها قبل ما نكمل.
كده احنا غطينا على الزيتون. هنسيبه بقى يومين، حبة تسيبيه 3، هو يومين هتلاقيه خلاص هو حلو يعني متحدق وكل حاجة، بس احنا عايزينه ياخد طعم المنكهات والخضار اللي احنا حاطينه. تمام، يبقى سبتيه يومين، سبتيه 3، مفيش مشكلة خالص، وافتحي عليه هتاكلي احلى زيتون. كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم وما كنش طولت عليكم. أنا بس كل هدفي إن أنا أوصل لكم المعلومة، فسامحوني لو كنت بطول شوية في الفيديو. تمام، ببقى عاوزة أقول لكم كل حاجة أو كل معلومة عن الزيتون عشان يطلع معاكي في منتهى الجمال. تمام، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تزوري قناتي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.